معاكم ولاء عرابي من قناة ميديا سينما تي في. معايا أستاذ محمد المغربي، أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اتشرفت بيكم. أهلا بحضرتك. كلمنا عن دورك الجديد في المسلسل. انا دوري في المسلسل موظف اسمه علي. هو المفروض ان هو خريج هندسه وباش مهندس، بس الظروف شاءت ان هو يشتغل في قسم الحسابات. يعني المدير حطه في المكان ده، فبيبقى في صراع في الشخصيه بين المهندس والمحاسب. هو اصلا شهادته مهندس وبعد كده بيشتغل في الحسابات، فكاركتر لذيذ واول مره اعمله يعني، ده فمبسوط. أول عمل ليك كدراما بعد المسرح طبعا. ده اول عمل ليا في الدراما ويا رب يجعلها فتحة خير لي. إن شاء الله هيكون بالنجاح ليك يا رب. طيب بالنسبة لحضرتك، بدايتك كالمسرح كانت إمتى؟ بدايتي في المسرح من 3 سنين تقريبا. أول عمل اشتغلته كانت مسرحية اسمها عصا موسى، تأليف الأستاذ رضا عواد، وكانت مسرحية بتتكلم على العادات والتقاليد الصعيدية اللي هي احنا عايزين كلنا نغيرها، وكانت كلها صعيدي وفيها دراما شديدة قوي حلوة يعني. قوي. بالنسبة لحضرتك، إيه اللي أصعب، المسرح ولا الدراما؟ والله هو ما فيش حاجة صعبة وما فيش حاجة سهلة. الناس متخيلة ان مهنة التمثيل مهنة سهلة، بس هي تعتبر من أصعب المهن. المسرح بيعلم ازاي يبقى فيه تمثيل بجد، وده اللي بيأهل بعد كده للميديا ان هي الموضوع يبقى اسهل ويبقى احسن يعني. تمام. طيب آخر سؤال، تنصح الشباب بإيه؟ بالمسرح ولا الدراما؟ والله انا بنصح الشباب ان انا اتعلم كويس واشرب كويس مهنة التمثيل، وبعد كده ابتدي اطلع سواء مسرح او دراما، بس المسرح ابو الفنون وابو التعليم كله يعني. طبعا. اتشرفت بحضرتك جدا، ان شاء الله هننتظر المسلسل الجديد في رمضان. الشرف ليا يا فندم، اتشرفت بيكم. ماشي يا فندم.